هاي هاي يا حلوين، عاملين ايه الاخبار؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات لحد دلوقتي. النهارده ميعادنا مع فيديو مشتريات الشهر وحاجة الشهر وكده. الميزانية النهارده هتبقى في حاجات هتكمل معانا 15 يوم، في حاجات هتكمل معانا شهر. ويلا بقى نشوف حجمنا ايه وبالاسعار، واحنا بنعمل الفيديو ده دايما عشان نستفاد من بعض وناخد ايه من بعض حاجات. بصوا، هي يعتبر انا ديتي ميزانية 15 يوم بالنسبة لي. ماشي، يعني انا ممشي حالي يعني 1500 لمدة 15 يوم. ماشي، فطار وحاجة الفطار والخضار والسوبر ماركت و... واللحوم والفراخ وكل حاجة، يعني ان شاء الله هنشوفها مع بعض. بصوا بقى، هنا اول حاجة معانا طبعا زي ما انتم شايفين كده بنعملها بالراحة بالراحة. كرتونة البيض النهاردة عاملة 160. انا جبت كرتونة واحدة عشان تكفيني 15 يوم، على حسب من 15 يوم ل20 يوم، يعني على حسب ما هتخلص ان شاء الله هنجيب مع بعض. برضك كل الحاجات دي على حسب ما هتخلص هنجيب مع بعض، هنجيب برضك اللي ناقص عندنا. فاول حاجة معانا هنا كده كرتونة بيض ب160. جبت برضو لا غنى عن الدقيق طبعا في الميزانية بتاعتنا، خصوصا في المدارس. جبت 2 كيلو دقيق، وانا عندي كيلو في البيت وان شاء الله هجيب كيلو في التومين، يبقى كده 4 كيلو دقيق عندي ان شاء الله. بس انا اشتريت 2 كيلو وبس، الكيلو كان عامل 18 جنيه، فادي 2 كيلو من الدقيق معانا اهو. جبت رز كان فيه ب24 و25 و26 و35، بس طبعا ب35 ده احنا مبنجيبوش. انا جبت من ابو 25 جبت 3 كيلو، دول برضك لمدة من 15 يوم برضك ل20 يوم، لكن الدقيق الشهر كله ان شاء الله. الرز برضك يعني ممكن اوزع عليه كيلو ونص تاني عشان نكمل الشهر. المهم ادي كده برضك المشتريات اللي انا هوريلكوا دي كلها النهارده كانت عاملة معايا كام 1300. تمام، مش 1500 بالظبط، لا 1300، عشان انا معايا 200 في الشنطة، لسه هجيب منها لبن ولسه هجيب منها منظفات، فهمتوا؟ جبت ب20 عسل. انا قلت لكم الرز 3 كيلو، الكيلو عامل 25، فجبنا 3 كيلو و2 كيلو دقيق. وجبت نص كيلو عسل، النص عامل 20 جنيه، فده نص كيلو عسل اسود. جبت فول سوداني، علشان انا هعمل زبدة الفول السوداني ده ب20 جنيه. وهحشي البلح ده كده، هحط يعني من الزبدة في وسط البلح، وهحط عليه حبة بركة او شوية سمسم، وهحط يعني 3 بلحات لكل طفل في الصبح. حلو يعني ومغذي كده. المهم انا الحاجات دي برضه لمدة 15 يوم، فانا جبت ب20 بلح من ده اهو، وقلت كمان اجرب احسن يكون مسوس او حاجة. وادي ب20 وادي ب20 فول سوداني، وادي السمسم ب5 سمسم، وب5 حبة البركة. مرة هحط سمسم ومرة هحط حبة البركة من على الوش كده، عشان ايه؟ ياخدوا فايدة، ياخدوا الفايدة بتاعت الحاجات دي يعني كده. جبت بردك عشان الفطار، جبت ب15 فول، الكيلو كان عامل 60، فده ربع كيلو. طبعا انتوا عارفين ده هنعمله تدميس، هندمسه مع بعض. جبت كيس مايونيز من ده اللي هو توب شيف، ده كان عامل 25. هو اداني كزبرة، انا كنت عايزة كمون، هو اداني كزبرة ب10 جنيه كزبرة، انا كنت عايزة ب10 جنيه كمون عشان انا عندي كزبرة، فهو اداني كزبرة. وجبت ب10 جنيه بقسماط مطحون برضو اهو.
جبت ب20 جنيه، 20 جنيه شعرية زي ما انتوا شايفين، يعني بتنفع برضك مع الرز، وبرضك مع ان هنعمل نحمر شوية في الليل يبقوا عشا وكده. فدي كيلو مش كيلو، دول ب20 جنيه. انا بصراحة ما سألتش الكيلو عامل كام والله. وجبت كيلو مكرونة من دي اللي هي المرمرية الصغيرة دي، مش كيلو، جبت ب20 برضو اهو. وجبت ب15 فول مدشوش برضو اهو، ده عامل 15. وجبت سمنة سايبة، انا على طول طبعا بجيب سمنة سايبة، دول عاملين 45 جنيه، بس دي السمنة البيضة مش الصفرا يعني. جبت ب10 فلفل اسود، وب5 شطة، وب10 مرق الدجاج. دي الحاجات اللي احنا جبناها من السوبر ماركت. اقول لكم باقي الحاجات اللي موجودة عندي اللي انا هكمل عليها. يعني مثلا انا عندي مكرونات، استنى اوريكم. بصوا عندي المطبخ من ده كيس 2 اهو، فما جبتش. المكرونات هتكفيني الشهر. وعندي برضك مكرونة خواتم من دي، فما جبتش. عندي برضو نص كيس لسان عصفور برضو، فما جبتش. وعندي ذرة فشار فما جبتش. وعندي فاصوليا، وعندي ملوخية ناشفة، وعندي عدس اصفر، وعندي ايه كمان، اللهم صل على النبي، عندي ذرة فشار، مش ذرة فشار، عندي شوية ترمس صغننين هما، بس برضه حلوين يعني، لو نقعتهم كده هيبقوا حلوين يتعاملوا. عندي توم بودرة وبصل بودرة وبابريكا، يعني الحاجات اللي كانت ناقصاني فانا جبتها، فاهمين. عندي التومين، هجيب جزازتين زيت، وهجيب 2 كيلو سكر، وانا عندي 2 كيلو سكر، ف4 كيلو سكر حلوين في الشهر، تمام. برضو عندي صلصة قهدة من الشهر اللي فات، كنت جايباه ب15، فما اشتريتش برضو الشهر ده. ايه كمان، اللهم صل على النبي، بس كده. عندي برضو عدس بجبة، فما اشتريتش. انا جبت الحاجات اللي كانت ناقصاني. هنشوف بقى الحاجات دي ونرجع نكمل نشوف بقى جبنا ايه خضار وكده. يلا نشوف جبنا ايه خضار. بصوا جبت طماطم، بصوا الطماطم دي حلوة اهي. كان في من اللي هي مش مستوية، يعتبر بايظة، بس ب15 جنيه، بس دي عاملة 20، فانا جبت من دي. 20 بصراحة، جبت ب50 2 كيلو ونص، فانا جبت 2 كيلو ونص. قلت مش حد بيهم لحد ما نشوف الدنيا فيها ايه، البطاطس هتودينا لحد فين تاني. بيقولوا ان هي هتغلى تاني. بصوا في بطاطس من دي في ب15 و12 ونص وب10، فانا جبت، لا، في ب12 ونص وب10 وب7، فانا جبت من 10 دي اللي هي فيها نقط حمرا وكده. انا جبت 4 كيلو بطاطس، هما دول كانوا 4 كيلو و200، ف يعني زي ما طلعوا على المتر. فاتي الليمون كان عامل 25، ودول جبتهم كانوا عاملين 7 جنيه. بصوا الليمون حلو كده يعني، ومستنية مر، فجبت يعتبر ربع كيلو ليمون اهو. استني بقى. وجبت هنا انا مش عارفه دول كميه الخيار بكام، بس ده خيار من اللي بره، من ابو 10 جنيه، كان في ب20 وفي ب10، فانا بحب الصغير ده اصلا وكده، فانا جبت من ده من ابو 10 جنيه، بس باين هما مش كيلو على ما اعتقد، فجبت الكميه دي انا. جبت ب15 جزر،
كيلو الا ربع ب15، يعني الكيلو عامل 20. فانا جبت دول برضك عشان اللانش بوكس، والخير عشان اللانش بوكس. فانا جبت دول عشان نروح المدرسة. فانا جبت دول كده عاملين من الحضانة. 15 جنيه. من هيك. الحضانة أسرار. طيب ودي الجوافة، دي عاملة 20 زي ما انتم شايفين كده. كان في ب30 وفي ب20. انا جبت من ام 20، لقيتها حلوة بس الحجم صغير بس شوية، فانا نجيت من ام 20 كيلو ونص. انا كنت عاملة 30 جنيه للفاكهة يعني وكده. كنت ناوي ان انا اجيب بلح بس ما لقيتش بلح، فجبت جوافة خدي أمي. زي ما انتم شايفين كده. خدي أمي. هاتي يا امي. خدي بطاطس. بالراحة بالراحة. جبنا بطاطا بردك عشان اللانش بوكس. أنا بحب بطاطا أروح في المدرسة. عشان انت بتحبي البطاطا تروحي في المدرسة. ماشي. حضانة. الكيلو كان عامل 10، فدول 3 كيلو ب30 برضو. فانا جبت عشان نحطه في اللانش بوكس يعني بنشويه وكده، فبتنفع بردك الحاجات دي جدا في اللانش بوكس الحضانة. عشان حضانة. فهو دول 3 كيلو بطاطا ب30. في الحضانة يا بنات. ماشي يا بنات. هات دول 3 كيلو ب30 والجزر والليمون. جبت ايه كمان خضرة. هاتلي الكرنبة من بره يا ماما مع الكرسي. الكرنبة. الخضرة دي على بعضها كده عاملة اللهم صل على النبي، عاملة 10 جنيه دول كده، معاهم ربطة الكرات عشان ان شاء الله نعمل عجينة الطعمية في البيت، وربطتين شبت، وربطتين كزبرة، وربطتين بقدونس اهو. فدول عاملين 10 جنيه اهو. هاتي يا امي. تسلم ايدك تسلم ايدك. وجبت الكرنبة دي، الكرنبة غالي جدا يعني، دي جايباها عاملة 30 جنيه. انا مش عارفة ليه دي عاملة 30 جنيه، بس قلت يلا يوم يعدي كده في وسط الفترة اللي احنا فيها دي، ولا في وسط الاسبوع، وخلاص. انا جبت دي ب30 جنيه. وجبت الكابوتشا دي، كابوتشا حمرا. نروح في المدرسة. دي عاملة اللهم صل على النبي عاملة 15 جنيه. المدرسة نروح في المدرسة. ايوه عشان نروح كل حاجة نروح فيها المدرسة. دي جبتها كانت عاملة 15 جنيه. ده كان الخضار اللي انا جبته، اللي انا كنت محتاجاه وجبته. يعني انا عندي بدنجان اللي هو بدنجان بتاع المحشي فما جبتش، وعندي فلفل فما جبتش برضه. ودي كانت الحاجات اللي ناقصاني اللي انا جبتها. جبت كيس جبنة موتزاريلا. احنا سيدنا ده. ماشي هما شافوه. جبت كيس جبنة موتزاريلا من ده عامل 30، اللي هو وزن ربع كيلو. وجبت بردك عشان اللانش بوكس جبنة من دي اللي هي جبنة التلاجة دي اللي ملح خفيف، جبت ب50 جنيه على بعض. فده بردك من ضمن حاجات اللانش بوكس. روحي وانا هاجي. اخر حاجة معانا طبعا النهاردة اهي، هي الفراخ والحاجات دي يعني، ديت 15 يوم مش اكتر. تمام. اداني رجولة هو والله جدع محترم. انا بحب الرجول دي قوي. عشان المدرسة برضه. اوعي ايدك، ما توسخيش ايدك، ما توسخيش ايدك. ما ينفعش توسخي ايدك. قلت لك ما توسخي ايدك. بصوا انا جبت اللهم صل على النبي 2 فرختين. الفرختين ب300 جنيه. الواحدة كان ب300 الا 5 يعني ب295. الفراخ كانت عاملة عندنا، الفراخ كانت عاملة 75، كانت عاملة 75 جنيه. ايوه كنت 75. ماشي. سالم مدرسة يا بنات. هي دي يعني هي حلوة، واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. دي كبيرة اهي وصدرها كبير، وديتي صغيرة.
متوسطة مش صغيرة جوي. المهم دول عاملين 300 إلا 5. دي كبيرة، هنا دي كبيرة ودي كبيرة، دي ماشي، كبيرة سيبيني. ودي كبيرة. ماشي، متحطيش ايدك. والسمك عامل عندي 85. عايش المدرسة البنات. جبت 4 سمكات. ال4 سمكات كانوا عاملين يا ساسي 185. كان عامل 125. فيعني كده الفراخ والسمك عاملين 320. عاملين 320 بالظبط. فاهمين؟ بس كده. دي يعتبر كل المشتريات بتاعتنا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم متنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لي كومنت حلو. ويلا باي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.